في أماكن في العالم كأن الزمن وقف فيها. كانت زمان مليانة حياة وضحك وشغل، لكن دلوقتي بقت مهجورة وصامتة بشكل مرعب. تعالوا نكتشف مع بعض أغرب أماكن مهجورة في العالم. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مدينة الأشباح بريبيات، أوكرانيا. المدينة دي كانت مليانة سكان، بس بعد كارثة تشيرنوبل النووية سنة 1986 اتفضت بالكامل. دلوقتي الشوارع فاضية، الألعاب واقفة، وكل حاجة متجمدة، كأن الزمن وقف عند اللحظة دي. جزيرة هاشيما، اليابان. كانوا بيسموها جزيرة البارجة علشان شكلها زي سفينة في نص البحر. كانت مركز لتعدين الفحم، وبعد ما البترول حل مكان الفحم اتقفلت فجأة، ودلوقتي شكلها مرعب، مباني خرابة محاطة بالمية. مدينة فاروشا، قبرص. المدينة دي كانت من أجمل أماكن السياحة في السبعينات، فنادق وأسواق وملايين السياح. لكن بعد الغزو التركي سنة 1974 بقت مدينة أشباح، محدش ساكن فيها، والفنادق واقفة كأنها لسه مستنية الضيوف اللي مش راجعين. مستشفى بيلتز العسكري، ألمانيا. المستشفى ده كان بيستقبل الجنود في الحرب العالمية الأولى والتانية، وحتى هتلر نفسه اتعالج فيه. دلوقتي بقى مكان مهجور، جدران مكسورة وأصوات الريح بس هي اللي بتسكن فيه. مدينة بودي، أمريكا. مدينة كاملة كانت مليانة مناجم ذهب وحياة، ولكن بعد ما الذهب خلص الكل سابها. لحد دلوقتي بيوتها واقفة، وأدوات السكان لسه موجودة زي ما هي، كأنهم هيرجعوا في أي لحظة. ملاهي سبيو، اليابان. ملاهي اتفتحت عشان تكون من أكبر مدن الألعاب في العالم، لكن بسبب مشاكل مالية اتقفلت. الألعاب لسه موجودة بس كلها صدى وصدأ، منظر يخليك تحس إن الدمى والخيول الخشبية مستنياك بالليل. فندق ديل سالتو، كولومبيا. فندق ضخم اتبنى على حافة شلالات، وكان مكان سياحي ساحر، لكن مع التلوث وقلة الزوار اتقفل. دلوقتي بقى مكان مظلم ومخيف، وكله قصص عن الأشباح اللي بتسكنه. في الآخر الأماكن دي بتفكرنا قد إيه الحياة ممكن تتغير فجأة. أماكن مليانة ضحك وناس فجأة تبقى صامتة ومهجورة. قولولنا في التعليقات تحبوا تزوروا أنهي مكان من دول لو أتيحت لكم الفرصة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد. سلام عليكم.